أهلًا بيكم في حلقة جديدة من حلقات هيما 442. أنا كزملكاوي عمري ما في حياتي كان نفسي الأهلي يكسب. النهارده هو لأول مرة في التاريخ أنا كنت باشجع الأهلي من كل قلبي، ومن الصبح وأنا باقول لكل أصحابي إن أنا فعلًا نفسي أشوف الأهلي قادر إنه يكسب ريال مدريد ويلعب final كأس العالم. أصل يعني معلش يعني أنا دايمًا باقول في حتّة تشجيع الفريق المنافس طبيعي إن هو ما يحصلش، لإنه نجاحه من فشلك، بس يعني إحنا ما بنروحش كاس عالم، وأنت لو رُحت هتروح final كاس عالم، فإحنا في حتّة وأنت في حتّة، فوزك أو خسارتك النهارده مش هيخلّينا نكسب المنافسة دي. ففعلًا كان نفسي النهارده الأهلي يكسب. قد يُقال عليَّ إن أنا نحس إن الأهلي خسر، وبتتقال لي الجملة دي كتير by the way، يعني بتتقال لي من أصحابي الزملكاوية، يعني إن الزمالك مثلًا آخر مرّة خد أفريقيا 2002، 2003 وأنا جاي 2001 يعني. ولكن خلّينا نكون منطقيين شوية، النهارده الأهلي كان بيلعب قدّام ريال مدريد، فأغلب الناس كانت متوقعة إن الأهلي هيخسر. ولكن تكتيكيًا هل الأهلي قدّم مباراة سيئة؟ هل فعلًا على مدار ال90 دقيقة ال4-1 بتعكس المباراة؟ لو أول مرة تتفرج عليَّ لايك، شير، سبسكرايب، ويالّا بينا نتكلم على الماتش. قبل بس ما أدخل على الtactics حابب أقول إن على مستوى الفرقة وليس الأفراد، لإن على مستوى الأفراد هنتوقف شوية. على مستوى الفرقة لعيبة الأهلي النهارده ما كانتش خايفة، ولعيبة الأهلي النهارده على الرغم من فرق الإمكانيات، فرق الإمكانيات، أنا كنت باتكلم في الحلقة اللي فاتت إن ريال مدريد حتى لو نازل في مستواه، هو بربع مستواه أقوى من كل فرق الشرق الأوسط كلها عادي، يعني أقوى حتى من الأهلي، فنيًا هو أقوى من الأهلي. فأنت النهارده في أرض الملعب وأنت عارف إن أنت أقل، أنت مش نازل مثلًا تقول أنا نازل أخسر بأقل قدر من الأهداف. هل إحنا شُفنا ده النهارده؟ ما شُفناش ده. هل اللعيبة كانت خايفة اللي هو أنا بالعب قدّام ريال مدريد؟ ما أعتقدش برضه إن إحنا شُفنا ده. على مستوى الأفراد، كان في لعيبة خايفة أو هي تتبروز في لاعب واحد هنروح له بعد شوية، وهنتكلم عمومًا عن الtactics دلوقتي. الحقيقة أنا كولر عجبني في الماتش جدًا، يعني كان قاري ريال مدريد كويس، وهاقول لكم على تفصيلة صغيرة جدًا هي اللي بالنسبة لي بيّنت لي قد إيه إن كولر، على فكرة أنا أول تقريبًا مرّة هاتكلم على كولر، مع إن كولر ما خسرش كتير أو تقريبًا ما خسرش، بس أنا أول مرّة هاشيد فيه خسارة، وده لإنه أنا دايمًا ما باقيسش حوار الفرق بالفوز والخسارة، أنا باقيسها أنت عملت إيه، فبسبب اللي أنت عملته أنت كسبت أو خسرت. تمام، تمام. النهارده ممكن لمّا تقرا التشكيلة تفكّر إن الأهلي كان بيلعب 4-3-3 هي الخطة الطبيعية بتاعته، ولكن في الحقيقة إن الأهلي كان بيلعب 4-4-2. قفشة كان شبه راس حربة كده أو قبل راس الحربة شوية مع محمد شريف. عبد القادر كان بيرجع كتير جدًا left midfielder، وحسين الشحات كمان كان بيرجع right midfielder، وعندك 2 في نُص الملعب السولية وديانج. إيه اللي عجبني في الفكرة دي، وليه الفكرة دي كانت فكرة عبقرية قدّام ريال مدريد؟ لإن كلنا عارفين إن حتى ال4-3-3 بتاعة ريال مدريد هي أشبه ب4-4-2 بوجود فالفيردي في الحتة دي ودخوله هنا كده، بتلاقي الخطة 4-4-2. فمع رجوع شريف وقفشة لنص الملعب، ورجوع عبد القادر هنا، ورجوع حسين الشحات هنا، أنت نوعًا ما كنت قادر تقفل على كل خطورة ريال مدريد. طيب هل ما كانش في فرص لريال مدريد الشوط الأولاني أو حتى لغاية ما جه الجون؟ أكيد كان في فرص كتير. الفرص الكتير بقى جات منين؟ جات من متولي. بُص يا عزيزي، عمرك سمعت عن إنك تهتم بحد مش شايفك أو مش مهتم بيك؟ باتكلم كورة، ما تسرحش معايا، إحنا بنتكلم كورة. حرفيًا من ساعة ما بدأ الماتش وكل اللي بيعمله متولي إن هو باصص على فينيسيوس وراقبه. أنا بالعب قدّام فينيسيوس، وهو ده اللي أنا كنت باتكلّم فيه، إنه أغلب لعيبة الأهلي ما كانتش خايفة وكانت بتلعب على قدر إمكانياتها، لكن متولي من أول المباراة وركبه بتخبّط. هاني على فكرة ما قدّمش مباراة سيئة، يعني علي معلول أنت مش هتلاقي أي فرص حصلت من عنده، وده لأكتر من سبب هنتكلّم عليه بعد شوية. ولكن هاني على فكرة ما قدّمش مباراة سيئة، ولكن الفكرة كلّها فين؟ مع طلوع كامافينجا. مبدئيًا أنا بس عايز أوضّح إن ريال مدريد حرفيًا كانت الدفاع كان بيروح في نُص الملعب، وناتشو كان طاير قدّام، وكنت تلاقي إن اللعيبة بقى نفسها بتاعة نُص الملعب داخلة لجوّه، ولكن مع ذلك مع رجوع اللعيبة دي كان الأهلي قادر إن هو يضيّق المساحات، والموضوع ما كانش بالبساطة اللي في دماغنا، ولكن يعني حرفيًا الريال كان بيتقدّم بكل اللعيبة. المهم حسين الشحات كان بيرجع، ولكن بطريقةٍ ما كنا بنلاقي دايمًا كامافينجا و فينيسيوس على محمد هاني.
وخلينا نكون متفقين ان فينيسيوس لوحده خطر على اي باك رايت موجود في العالم. يعني هو حرفيا بالنسبه لي ريال مدريد مصادر خطورته تتلخص في 4 لعيبه: بنزيما، فينيسيوس، فالفيردي، كورتوا. في لعيبه تانية كويسه تطلع في المستوى بتنزل في المستوى، كروس، مودريتش، لعيبه كبار جدا وعظام، لكن انا بالنسبه لي هم خلاص ما بقتش اللعيبه اللي انت تقدر تعتمد عليها اوروبيا بالشكل الكافي. ولكن هم دول الاربع مصادر قوه بتاعت ريال مدريد. وفينيسيوس يمكن لو هو فت هو 50% من قوه ريال مدريد، 40% مثلا. فطبعا فينيسيوس كان مرعب جدا جدا على محمد هاني، اللي كان حسين الشحات بيحاول يرجع بس مش قادر، وجنبه واحد مذبذب بطريقه مش طبيعيه، واحد باصص على فينيسيوس رعبه. فطبعا كمان مع دخول ده مش رودريجو، ده تشاوميني. مع دخول رودريجو في الحته دي كان الحاج ده مش موجود تماما. فكل الفرص اللي حصلت الشوط الاولاني هي فكره سرحان متولي باصص على فينيسيوس وهو مش قادر ياخد الكوره. كل الكور اللي بتتلعب من وراه بتعدي ويدخل الجون الاول عشان ينتهي الشوط الاول بهزيمه الاهلي 1-0، واللي بالنسبه لي كانت نقله كبيره جدا في المباراه. لان لو انتهى الشوط الاول بالشكل ده كنا نقدر نقول ان كولر خرج بشوط اول ناجح. انا رحت على دفاع ريال مدريد كتير، كان عندي اكتر من فرصه، كان ممكن في اكتر من مره اسجل، ولكن للاسف انتهى الشوط الاول بالهدف اللي دخل. طيب ليه اداء الاهلي في المجمل عجبني؟ اول نقطه زي ما قلت ان معظم اللعيبه ما كانتش خايفه، وكانت على الرغم من قله امكانياتها مقارنه بريال مدريد هي كانت نازله تلعب مباراه كويسه. تاني حاجه، لان حقيقي لو سالتني على 3 خطوط، يعني هو الفرقه 4 خطوط: الحارس، خط الدفاع، خط النص، خط الهجوم. لو سالتني عن 3 خطوط، الحارس وخط النص وخط الهجوم، قدم مباراه من متوسطه لجيده مع اختلاف الاسماء والمراكز والخطوط. مش عايز ادخل في تفاصيل قوي لان كده كده ما ينفعش تشيل بفرقه خسرت 4-1 على الرغم من اي حاجه، على الرغم من ان كان في فرص، على الرغم من ان انت شكلك في الملعب ما كانش وحش في الاول. وفي الاخر لازم تشيل من دماغك فكره نغمه انا كنت بلعب قدام ريال مدريد فانا فخور ان الماتش خلص 4. اي كلمه كويسه انا بقولها انا ببص على الجانب الايجابي، ولكن اوعى تاخد من كلامي وتركيزي على الجانب الايجابي انك تعتبر ان الاهلي قدم مباراه تفخر بيها. الفخر لا ياتي الا من الانتصار. طيب، فزي ما بقول كده خط النص وخط الهجوم كان كويس جدا، وشفنا في اكتر من كوره تحول حسين الشحات. مبدئيا حسين الشحات يعتبر من نجوم المباراه، مش بس عشان حسب جاب ضربه الجزاء، ولكن هو النقطه المشرقه الوحيده اللي كانت موجوده في الخط الكئيب ده، لانه مع الضغط اللي كان الريال بيعمله كان هو الوحيد اللي قادر ان هو يسرق مساحه هنا ويطلع مع شريف وقفشه. واللي عشان كده انا بقول على مستوى الافراد ممكن نقف شويه عند بعض اللعيبه. هو قفشه جاي من النص، او يعني هو كان النهارده موجود قدام في الهجوم. ومحمد شريف تمام، محمد شريف في كوره في الشوط الاولاني والنتيجه 0-0، لو بص بعد ما خد الكوره من عبد القادر، لو خدت تو كان زمانها جون. قفشه في بدايه الشوط الثاني لو بص كان زمانها جون. قفشه في اواخر الشوط الثاني قبل الجون الثالث ريال مدريد لو حطها بالراحه جون. على فكره قفشه في مباراه الزمالك برضه جات له كوره والنتيجه كانت لسه 0-0 وكان عايز يحطها في ال90. على فكره انت ممكن تحط الكوره عادي في جون، تركز تحطها قويه في الارض هتدخل. مش لازم كل كوره موجوده في ال90، مش لازم كل كوره تبقى محمود علاء والقاضيه، عادي. فعلى مستوى الافراد ممكن نقول مثلا قفشه من النص النهارده ما كانش احسن حاجه، شريف ما كانش وجوده احسن حاجه، ولكن في المجمل انت حسيت ان الاهلي قدم مباراه كويسه والنتيجه 2-1. كان عندك امل ان الريال يرجع، اتحسب عليك ضربه جزاء وعندك حارس كبير اسمه محمد الشناوي قدر ان هو يصد الكوره. فانت كان ممكن تعمل حاجه في المباراه، ولكن للاسف يا عزيزي ما قدرتش. ممكن اكون ما اتكلمتش على الجون الثاني اللي دخل في بدايه الشوط، ولكن لانه بالنسبه لي هو يتلخص في فكره رعب محمد متولي. طبعا رؤيه وذكاء من مودريتش، قدر ان هو يشوف الثغره. مبدئيا انا شايف ان عبد المنعم عمل ماتش قوي جدا. عبد المنعم من اللعيبه اللي وان كان عنده بعض الاخطاء الا ان هو عمرك ما تخاف عليه في ماتش كبير. هو اتولد كبير وعمرك ما تخاف منه من ضغوطات ماتش كبير خالص. فبصراحه يعني حاجه عظيمه جدا، واتظلم في وجوده جنب متولي النهارده اللي كان ركبه بتخبط في بعض. المهم يا عزيزي خلينا نركز في المباراه. الجون الثالث، انا لازم اتكلم على الجون الثالث لان العظمه اللي عملها فينيسيوس ورودريجو في الباصات جون برازيلي.
انت مدريدي برشلوني اهلاوي لازم تقف وتسقف. كان جون عظيم جدا وجون حلو جدا. تغييرات الاهلي ما كانتش الاثمر. بيرسي تاو ما عجبنيش. كهربا نزوله كان متاخر وكنت شايف ان سرعاته ضروريه. مش عارف ليه عبد القادر كان اوبشن لازم يفضل موجود. ليه مش طاهر اللي نزل مكان عبد القادر بدل ما الشحات اللي يطلع، اللي كان مؤثر وكان على معظم المباراه هو النجم الاول للاهلي. مش عارف، يمكن يكون اعتراضي على كولر في المباراه على التغييرات. الاهلي ما كسبش. الاهلي يلعب على الثالث والرابع. ان شاء الله اتفرج على المباراه واحللها، بس طبعا مش هبقى عايز الاهلي يكسب. خلاص هو ماتش ويطمنوا يعني كده. الاهلي ممكن ياخد المركز الثالث كالعاده. بس اتمنى ان جمهور الاهلي يتبسط شويه ان انت النهارده ما كنتش بتلعب زي ماتش البايرن، هدفك في الدنيا ان انت تطلع باقل الخسائر. ولكن اوعى تقول انا فخور ان انا كسبت 4-1، لان دي كارثه طول ما انت عايش فيها عمر ما الكوره المصريه تتقدم. بس كده يا عزيزي، لو الفيديو عجبكم حطوا لايك، ما عجبكوش حطوا ديسلايك، عرفوني ما عجبكوش ليه، قولوا لي رايكم في البورد، اشتركوا في القناه، فعلوا الجرس، خلوا اول عشان انزل فيديو يجيلكم على طول. السلام.